ما تقدم والشروط المذكورة فقل نعم قبلت. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سلام متابعي قناة صنايع شهرزاد، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي هو عبارة على مقتطفات من عقد قيراني كما شاهدتوا في بداية الفيديو. نتمنى انه هذا النوع من الفيديوهات ينال اعجابكم وتعطيوني رايكم في التعليقات. شوفوا معايا، هذه هي اللبسه اللي لبستها في يوم عقد القيران، كانت عبارة على انصومبل باللون الابيض، كاسيتها باللون الوردي. دوك تشوفوا لاطوني كامله وانا لابستها. كما قلت لكم ما تنساوش تحطوا لي رايكم في التعليقات. بهذا الشكل هذا هي كان اللباس. شاهدوا معايا هذا البوكي دو فلور. دوك نروح معاكم للغدا تاع العقد اللي كان في ريستورون. شوفوا معايا كما قلت لكم هادو بعض المقتطفات اللي قدرت نصورهم لكم، تبعوا معايا. يا عمري يا عمري. جيت لهنا نعطي لكم هذو التحضيرات اللي كنت المقتطفات من المشتريات. هذا المحل يبيع كل مستلزمات الحلويات، الديكور، كلش تحتاجوا في مجال الحلويات. هذو مقتطفات واش شريت، راح ندير بهم توزيعات. حامل الشموع، دوك تشوفوا معايا كيفاه وجدتهم خطوه بخطوه. كما راكم تشوفوا معايا لهنا هذه الفكره تاع حامل الشموع. دوك نعطيكم لكم كيف خدمتها. كنت ديجا قصيت الدبله بهذه الطريقه، هذا الطول يكونوا كامل قد بعضاهم. شريت هاد الاشكال اللي يحطوا عليهم الباتيسري، وهادو تاني الفراشات اللي هما عباره على بقالات. دوكا واش حندير، لصقت الشمعه والورده هذه اللي يكونوا يتباعوا بالميطره تاني لصقتها، ولصقت تاني البقاله كما قلت لكم اللي تكون على شكل فراشه بيان سور. والدبله اللي كما قلت لكم قصيتها نحطوها من تحت، نلصقوها من تحت، كلش بالاستعانه بالبيستولي. تشريو البيستولي ومع هذاك الشمع اللي يتباع وتلصقوهم كامل. هذه الفكره تاني اللي شريتها تاني اللي تكون عباره على مرايه بشكل خمسه. درت لها خدمت لها انايا هذا النو، وزدت لصقت لها هذا الورد. انا شريت كما قلت لكم المرايه اللي على شكل خمسه وكملت ديكوريتها. من جهه اخرى راني قاعده نوجد في الشموع هذو اللي يجيو طوال، خدمت لهم تاني كما راكم تشوفوا هذا النوع. وشريت هذا البوكي نديروا شويه ونلصقهم. من جهه اخرى هنا اختي راهي قاعده توجد في لي سيرفيات هادو. خدمت زوج اشكال اللي تجي على شكل غوب بلونش، وهذه تاع الكراكو. حطيناهم في القهوه كما هادو تاع الكراكو يصلحوا للقهوه ولا للحنه تاني تزينوا بهم الصينيه تاع الحنه تاع العروسه. قلت لكم هادو بعض الافكار. هذه هنا مقتطفات نهار راح نخير لا غوب بلونش. بيان سور على بالكم لا غوب لازم نخيروها من قبل. نرجعوا لهنا هاد التوزيعات ثاني اللي درتهم اللي هما عباره على هذوك القراع تاع الحنه، كنت قاعده نعمر فيهم. من جهه هنا اخرى كيما شفتوني في السوبيرات شريت هادو لي شوكولا، شريت الجوز، الكاوكاو، البيستاش، الحلوى، ورايحين نعمرهم في هاد العلب. هادو تاني العلب شريتهم من الحانوت تاع بيع مستلزمات الحلويات، تلقاهم باشكال مختلفه. عمرناهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، تحطوا شويه شويه شويه.
هادو تاني راح نديروهم توزيعات نهار الحنه. كيما راكم تشوفوا الحوايج اللي كامل وجدتهم انا درناهم توزيعات. راني نفهم فيكم لهنا في الشكل تاع العلب هذا كيفاه راهو. شوفوا الربطه هذه اللي درناها من فوق، حبيت نشرحها لكم بالتفصيل. كيما قلت لكم العلب هادو يجيو هكا، تجيب الغطاء تاعها، نسيت اكزاكتومون السعر تاعهم، لكن كيما قلت لكم انكم تلقاوهم في كامل المحلات تاع مستلزمات الحلويات. كيما راكم تشوفوا قصيت الدبله تاعي، نقصوها شويه طويله لانه هذيك الربطه اللي تكون من فوق تدي شويه الدبله. بهذا الشكل نحطها تحت العلبه، نحاول نديروها على النص قد هكا باه يجينا الشكل تاعها مليح. نستعينوا ديما بالبيستولي باه تجي الخدمه تاعنا مفينيه مليح. لازم ديما نلصقوا واش رايحين نخدموا. دوك تشوفوا هاي البيستولي تاعي، شوفوا معايا كيفاه درنا بهذا الشكل. كما قلت لكم هاد التوزيعات تقدروا ديروهم حتى في كامل المناسبات، ماشي شرط كما قلت لكم انا حطيتهم في الحنه. تقدروا ديروهم في طهور ولا في خطبه، حتى في الخطبات يكونوا كميه قليله تقدروا ديروهم. يعني بزاف المناسبات اللي تقدروا ديروهم. كما راكم تشوفوا نحكموهم في زوج ونبداو نروليو. نتوما تروليو والشكل هذا قاعد يتشكل لكم من فوق، تجيكم على شكل ورده. قلت لكم كل ما نتوما تروليو الورده تاعكم تبدا تظهر. نتمنى انه التصوير يكون واضح وراكم فاهميني بالطريقه، لانه كيما تخدموها راح تجيكم سهله جدا الطريقه هذه. احسن من انكم تشريهم هكا راهم يتباعوا هكا واجدين، مي حنا فضلنا نخدموهم في الدار. اكيد كي توجدوا كلش من قبل كلش يجيكم ساهل. كما قلت لكم ديروا برك الدبله تاعكم شويه طويله هكا باه كل ما تروليو الورده تاعكم تبان مليح الشكل تاعها. وديما استعينوا بالبيستولي هكا باه كي تخلصوا بهذا الشكل تخلص الدبله ديما تلصقوا ليه تلصقوا باه ماشي نتوما تروليو ومن بعد الخدمه تاعكم تروح لكم في اخر دقيقه. ديروا شويه الشمع هذاك من تحته وحاولوا تدخلوا الدبله تاعكم بهذا الشكل، تجي الخدمه تاعكم فينيه ومضيفه. كما قلت لكم انا هذاك ما على باليش كيفاه اسمه، لكن الورد يتباع بلي بوكي هكاك، شريت كميه منه ودوك تشوفوا كيفاه حطيته باه تجي العلبه تاعي يزيد يعطيها طابع جمالي اكثر واكثر. حاولوا انكم كي تخلصوا العلبه تاعكم تفينيوها مليح، تنحيو هذاك الشمع اللي يبقى ولا اي حاجه باه تجي باهيه. هاو كما قلت لكم هذا راهو يتباع، نحاول نحطوه بالشكل هذا. من بعد نعت لكم كيفاه زدت حطيتهم نهار الحنه. نرجعوا لبقيه التحضيرات. شوفوا معايا لهنا كنت راني مع الجهاز رانا نطبقوا في الحوايج. نشكر اختي بزاف 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 لانها هي اللي تكفلت بالمرحله هذه. انا كاين حوايج بزاف عندي مده من اللي شريتهم هي اللي تكفلت بهم. الا هنا شوفوا راني درت هذه حنه شهرزاد امبريميتها في اي مطبعات امبريميوها وتقصوها بهذا الشكل. راح نلصقها في العلب تاع الحنه اللي نعتهم لكم في الاول، في هذوك القريعات الصغار تاع الحنه اللي نعت لكم اني نعمرهم. دوك نعت لكم الشكل تاعهم. الا هنا رحنا للحانوت تاع النحاس. كما تعرفوا قسنطينه معروفه بزاف بالنحاس. رحنا خيرنا حوايج كانوا خاصنا للسني تاع الحنه اللي على بالكم النحاس ضروري في سنيه الحنه. لهنا قرب العرس وقوى الميناج، راني مع الميناج تاع الدار. شوفوا لهنا تاني رانا مع الصرافط. حبيت نعت لكم هذا الشكل تاع الصرافط اللي خرج جديد اللي يجي بالحروف. شوفوا لهنا هاد الحروف يجيو يلصقوا، انا كومونديتهم يجيو في ورقه كبيره. ما على باليش لك راني مصورتها ولا لا، دوك تشوفوا معايا. نطبقوا الصرفيطه على زوج نحطوا فيها هاد الحروف ونزيدوا انه هذاك زدنا حنايا كزياده، يعني اشكال يجيو باهيين بزاف. ولا هنا رانا نكملوا في الصراف تاع الكراكو، نديروا من تحت هذاك شكل مثلث على اساس انه لا جوب. وكما راكم تشوفوا هادو الكراكو لا غو بلونش كما قلت لكم راني امبريميتهم عادي من اي سيبر تروحوا عنده يمبريميه لكم. والاشكال جبدوهم من بينترست، من تطبيق تاع بينترست اي شكل يخرجه لكم. عاودت نعت لكم لهنا العلب بعد ما فضلوا لي هنايا حروف تاع الا والسي اش فضلوا لي، عاودت لصقته في العلب هادو تاع القشقشه.
شوفوا الشكل تاعهم كي كملناهم كيفاه جاو. هادو اني النهار درت لهنا لي ماكارون، درت كميه من لي ماكارون لان راح ندير هرم تاع لي ماكارون في حفله توديع العزوبيه، بربي ان شاء الله نشاركها معكم بكل تفاصيل. فاتت حفله تهبل، تلمينا البنات، بنات الخالات، العموم، ودرنا حفله هايله، يعني فريمون كي يتلموا البنات ويجي فيها جو ما شاء الله. شوفوا معايا لي ماكارون تاعي اللي ديجا راني مشاركه معكم الوصفه في القناه. الوصفه راني مشاركتها معكم في القناه كما قلت لكم، وبربي ان شاء الله الشكل النهائي تاعهم رايحين تشوفوه معايا في حفله توديع العزوبيه، راح نشاركها معكم كما قلت لكم. درت فيها حوايج بزاف بهذا الشكل. نحب ديما نعطي لكم لي ماكارون تاعي كيفاه يطلعوا في الفور، كيفاه يجي الشكل تاعهم. هذا اللون تاع الميرانغ تاعي هنا بعد ما طابوا وجبتهم. اكيد على بالكم بلي لي ماكارون صعاب بزاف التنفيذ تاعهم، والوصفه تاعهم دقيقه بزاف. المهم انا راني مشاركتها معكم اللي يحب يديرها. شوفوا معايا الجمال لي ماكارون تاعي، الشكل تاعهم كيف خرجوا، جو ما شاء الله. هاو الشكل تاعهم. هنايا هذا يوم من بعد كما رحت عند لاكوافوز بهدرت شعري، حبيت نعيشكم معايا لحظه بلحظه تفاصيل العرس. دوكا نرجعوا لهنا للتمر المحشي. درنا هرم من التمر المحشي. نوجه تحيه كبيره 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 لماكوزين اللي وقفت معايا كل يوم، كانت يد بيد معايا ما شاء الله، ربي يعطيها ويمنيها ان شاء الله. العقوبه معك حبيبتي ان شاء الله مريومه. كما راكم تشوفوا هنا رانا نفورميو في الهرم تاعنا، يسينا نديرو كل نوع هكا فوق بعضاه. والهرم كما على بالكم صعيب في التركاب تاعو، يعني كي نكملنا وجدنا الاشكال كامل وديسيدينا في راسنا كيفاه رايحين نركبوه، التركاب تاعو هو اللي يدي شويه الجهد. هنايا راهم خواتاتي راهم يديروا في البقلاوه. شوفوا الله اختي كيفاه تطرح البقلاوه بالقنوط ما شاء الله، تطرحها على قد السنيه. راهو سني بوميطره، ماهوش يبان لكم قد في الصوره، راهو سني بوميطره. نديروا الوجوه تاعنا كامل. هي دير اختي 5 من تحت و5 من فوق، واختي الاخرى راهي توجد في الحشو اللي هو جوز ولوز كما راكم تشوفوا. انا مداينها بالماء ورد مقطر. شوفوا الله يبارك. دوكا رانا نحطوه في الحشو كما يقول لك العرس يحب المعونه، يعني الله يبارك كي تكون كاينه المعونه ما يجيش الدرك على واحد برك، كما يقول لك المعونه تغلب السبع. هادو راهم غير مقتطفات كما قلت لكم من البقلاوه. هاي اختي راهي تقطع فيها، شوفوا راهي تنعت لكم ابري في الطريقه تتقطع. بعد ما قطعتها على 8 هي ما تستعمل مسطراني والو، كلش بيدها الله يبارك. ومن بعد دير بصباحه، تكيل غير بصباحه. وشوفوا كيفاه تخرجها الله يبارك، يعني راهي عالميه في التقطيع تاع البقلاوه اختي ما شاء الله بهذا الشكل. شوفوا كيفاه. دوك نعتها لكم بعد ما داها للكوشه طيبها كيفاه خرجت، يعني جات الله يبارك تهبل. ابقاو معايا، حبيت نعت لكم مليح التقطيع تاعها. ودوك هاو الشكل تاعها بعد ما طابت. شوفوا الله يبارك، طيبها على وجه واحد، جات مورقه هايله بنينه تهبل. ودوك نزيد نعتها لكم من داخل الارتفاع تاعها، من داخل كيفاه جات وحنا نقطعوا فيها. جات عاليه كما قلت لكم، طعم الجوز واللوز فيها واضح، جات ما شاء الله. هنا راني قاعده ندير في المخبز. انا المخبز راني بروفيسيونيل فيه، جادور كي ندير المخبز، والمخبز تاعي كامل يموتوا عليه. يعني حتى وانا عروسه قالوا لي لازم انتي اللي ديري المخبز، وانا بعد ما نقدر نمدو حتى واحد يديره لي. هذا راني كنت نوجد بليله من قبل الديكور. شوفوا معايا الشكل النهائي تاعو، قولوا لي واش رايكم. راني مصوره الوصفه تاعو بالتفصيل، بربي ان شاء الله نحطها لكم في فيديوهات قادمه. ورا هذا بعد نكمل لكم الفيديوهات الاخرين. كلش درتو في الاحمر اكسبري. دوك تشوفوا تاني التومه، قاطو التومه راهي دارته لي بنت خالتي كما قلت لكم، هي اللي عاونتني في التمر المحشي ودارت لي هذا النوع. شوفوا الله يبارك. هذا جابت لي حبات برك نذوق التومه تاعها.
وقلت لها تهبل، ايبان جبتي لا كونتيتي كامل نهار العرس. شوفوا معايا دوكا كي نقطعها كيفاه. والديكور تاني عجبني بزاف، ديكور جديد. شوفوا معايا من داخل درتها طريه بنينه، يعني ما شاء الله جات تهبل من داخل. اللي دوقها كامل يقول لي شكون دارها لك التومه هذه. شوفوا من داخل معمره بالجوز ودارت شيكولا نوعيه جيده، يعني نقولها يعطيك الصحه، جات تهبل ما شاء الله. الانواع الاخرين تاني داروهم لي خالاتي ونسا خوالي، كل واحد واش دار لي. شوفوا معايا كيما قلت لكم البقلاوه من داخل وحنا نقصوا فيها. دوك نعت لكم تاني موديل اللي دارته لي خالتي، كامل ماتوا عليه، جاي يهبل. كما قلت لكم هذا هو الموديل اللي دارت لي خالتي، هو ديليس دو سيترون بالقارص، بنين بزاف يهبل ما شاء الله، كامل حبوه وعجبهم. هذه طمينه اللوز. نرجع لكم الديليس دو سيترون، جا هايل يعطيك الصحه خالتي العزيزه. هنا رانا مع الدجاج نقيو فيه. درك هادو هما التحضيرات النهائيه. كما راكم تشوفوا رانا نوجدوا في لي سيرفيس تاع القهوه، حطينا هنا الصرافط في القراطل كما راكم تشوفوا. جو ما شاء الله، كسوا صرافط الكراكو ولا تاع لا بلونش، ننصحكم انكم ديروهم. هنا شوفوا لي موديل تاع الكاطو كامل راه مستفين. سامحوني اللي داروا لي تاني الكاطو، والله ما قدرتش نصور كلش. كيما مرت خالي دارت لي البجاويه يعطيها الصحه، بنت عم ما دارت لي هذا المقرود، شوفوا الله يبارك. كامل داروا لي وعاونوني، يعطيكم الصحه فردا ونردوها لكم في الافراح. هذه سينيه تاع الحنه. هنا الشمع اللي ديجا نعتهم لكم في اول فيديو. هادو تاني توزيعات، كلش راهو محطوط لهنا لميناه. هادو تاني لي بوا تاع التوزيعات. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.